السلام عليكم، يومكم سعيد ومبارك. أنا أم لقمان، ولو أول مرة تشوفوني أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تعجبكم القناة وتستمتعوا معايا من خلال هذا الفيديو. طبعا لو مش مشتركين في القناة نتمنى منكم تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم كل ما هو جديد ننزله. اليوم حبيت نشارككم تجديداتي اللي بنديرها للصالة متاعي، فإن شاء الله تعجبكم تغييراتي وتنسيقاتي لليوم. فزي ما تشوفوا هذه صالتي قبل التعديلات والتغييرات اللي بنديرها. أول ما نط للفجر الحمد لله صليت الفجر حاضر، والحويش عندي الحمد لله نظيف نظفتها من الليلة اللي قبلها. مع هذا أول ما ينوضوا الصغار بسليمتهم للمدرسة ويجهزوا روحهم سبحان الله الدنيا تنقلب فوق لوطي، وحتى تجري في جرتهم وتقولي لهم ردوا كل شيء في مكانه يقولوا لك وقت، فلذلك نسلم أمري لله ونعاود نضم من أول وجديد. إن شاء الله ربي يحفظهم ويوفقهم وكله يمشي وإن شاء الله بجرة، ولما يكبروا إن شاء الله التعب كله ننسوه، أهم شيء صحتهم. فهنا أول ما صباح الصبح وسجدت الصغار قلت خليني نحول الأتات كله نفضي الصالة متاعي باش لما نشتغل على رواق وفي نفس الوقت ما تكونش الدنيا حايسة. حولت كل شيء ما عدا البوفيه ما طلعتاش من الصالة لأنه تقيل ما شاء الله وفيهم معينات ما بدش نطلعهم، قلت خليهم يقعدوا في مكانهم. اللهم إني نقلته للصفة الثانية، لو متابعين قبل فيديوهاتي فكان مش في الاتجاه هذا. المهم غيرتها للجهة الثانية وبديت نركب في بديل الخشب. هذا من ضمن الحاجات اللي شريتها أونلاين، فما شاء الله تبارك الرحمن روعة الصراحة. ننصح أي وحدة تحب تغير صالتها سواء في المدخل أو حتى ورا التلفزيون يجي روعة. في نفس الوقت سعره مقارنة بالخشب أرخص، فخديته هنا بديت نركب فيه واحدة في جنب الثانية. بالنسبة للتنسيق حتشوفوا الشكل النهائي كيف نسقته. أنا خديت المخطط وخديت السادة. بالنسبة لتركيبه يبي شوية تركيز ووسعة بال، لأن شوية صعب وضروري تركبيه في الاتجاه الصحيح قبل لا تلصقي. يفضل إنه يكون معاك شخص تاني، واحد يركب من فوق وواحد يجبد اللصقة ويلصق. أنا لما جيت نركب فيه ما فتحتش اللصقة كلها وبديت اللصق فيها بالواحد، لا بديت اللصق فيها من السقف أو من حاشية السقف من فوق. فتحت شوية اللصقة وتبتها باش نشوف الشكل النهائي هل هو مناسب أو لا. لو لقيت أي اعوجاج أو لقيت إنه ماهوش جاي في نص الحيط نقدر نفك ونركب. إن شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. فاني الحاجة اللي تعبتني إن الحيط متاعنا تصميمه جاي شوية أعوج أو مايل، وخاصة من جهة السقف في الحق تعبتني واجد. هو الأساس إنه يكون السطح اللي بتديري عليه متساوي باش ما يجيكش أعوج. فيلا مشت الأمور الحمد لله، لصقته كويس وجي ما شاء الله تبارك الرحمن شكله روعة. وبالنسبة لزوايد بديل الخشب من لوطة قصيتهم بالمقص قبل لا نحول اللصقة، أو ممكن تقصوا بالموس أو المشرط الخاص بالسجاد. لميت الحوسة متاع بديل الخشب وكنست الصالة، وبعدين صبيت المطهر أو المعقم متاع الأرضيات وبديت نمسح في الأرضية كلها. الأخوات اللي مقيمات في كندا بصفة عامة لو عندكم منظف معتمدين يكون ريحته فايحة ماهوش كيميائي، يعني ما يخليش ريحة الحوش قوية واجد، يا ريت تحطوا لي اسمه في التعليقات، لأني جربت كذا نوع كلهم الحق ما همش نفس اللي موجودات في بلادنا، يكونوا كأنهم معطر ويخلوا الحوش كله فايح وتطور ريحتهم في الحوش أو تعلق. أنا حاليا نستخدم في المعطرات اللي بعتتلي وخيتي من ليبيا تبارك الرحمن فايحات، وفي نفس الوقت نحاول إني ما نكترش منهم باش يوعوني ويقعدوا فترة طويلة. أنا الحق اللي نشري فيهم من هنا ما همش سيئات أو ريحتهم قوية زيادة عن اللزوم. الحق المنظفات بصفة عامة نحبهم، لكن خاطري نلقى المعطرات اللي موجودات في بلادنا يعني كأنهم ريحتهم بخور أو ريحتهم عطر فايحات جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. نرجع بيكم لتكملة الفيديو. بعد ما مسحت الأرضية ونشفتها كويس وجفت عندي بديت نرجع في الأتات متاعي. أول شيء حطيت الصالون متاعي وزي ما شفتوا حولت له الرجلين متاعه
وخليتها نظام الجلسة العربية، وحطيت الطاولة متاع ركن الصالون هذه صناعة هاني. وزي ما قلت لكم لو حابين فيديو عليها إن شاء الله نحاول إني ندير لكم وحدة تانية. تبارك الرحمن جت تهبل، زدت فتلكتها ودرتها بالجبس، جت ما شاء الله تقول له جاهزة. وهنا رديت طاولة التلفزيون هذه ما شاء الله عندي لها فترة طويلة، كانت مكتبة، وزي ما قلت لكم في الفيديوهات السابقة قصيتها وخليتها طاولة تلفزيون بالشكل اللي تشوفوا فيه، وحطيت لها صناديق السعف اللي شريتهم من الأيكيا، وحطيت التلفزيون. اعطوني رايكم، هل التلفزيون نخليه فوق طاولة التلفزيون مباشرة او نعلقه في الحيط؟ أنا الحق زمان كنت معلقته على الحيط يعطي منظر حلو، لكن سكرت الحفيرات متاعها، وكان نلقى معاش نحفر الحيط مرة تانية باش ما نخربش المنظر متاعها. فأنتم قولوا لي شن رايكم بالضبط. فرشت الفرشة بالشكل اللي تشوفوا فيه، هذه الفرشة جديدة وريتها لكم مع المشتريات اللي شريتها لشهر رمضان المبارك وتغيير الصالة. وحطيت الوناسة أو الصهارة فوق الطاولة، ورديت طاولة القهوة أو طاولة الصالون حطيتها فوق الفرشة بالشكل اللي تشوفوا فيه. وعندي طاولة السعف حطيتها بجنب الصالون حتى نغير بها لمسات الصالة. وحطيت طاولة الأكل في هذا الاتجاه، غيرت الاتجاه متاعها على قبل، وحطيت كراسي طاولة الأكل. وبالنسبة للكراسي درت لهم غسلة باهية بالمنظف خاص بالسجاد، خدتها من الدولاراما ما شاء الله، نوعيته كويسة، ناس واجدة سألتني عليه. في الفيديوهات الجاية إن شاء الله نوريكم شكل المنظف اللي استخدمته، تقدروا تستخدموه للصالون أو حتى الفرش أو للكراسي زي ما درت. ما شاء الله رغم انه رخيص نوعيته كويسة ويمسح الكبد. فزي ما شفتوا رديت الأتات كلها في مكانه، والحوش ما شاء الله نضيف ومسحته كلها. توا نبدو في زينة رمضان أو اللمسات اللي بنديرها في الصالة. حطيت المفرش فوق الطاولة متاع الأكل، وحطيت اللمسات البسيطة لزينة رمضان حتى تعطي طابع رمضاني جميل. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير يا ربي، وإن شاء الله رمضانكم مبارك، وربي بلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله ربي يعيننا على صيامه وقيامه. وزي ما شفتوا حطيت على البوفيه مفرش شريته جديد، وحطيت الفازة من قبل عندي، وحطيت في وسط الفازة الأعرف اللي زي الريش، ما شاء الله تعطي منظر جميل جدا. هي طبيعية، تدير شوية حوسة في البداية وبعدين خلاص معش تطيح بإذن الله. لما تعبوا الفازة متاعكم ما شاء الله تعطي فخامة ومنظر مش عادي. فوق البوفيه حطيت بس الفازة، وحطيت الشموع، وحطيت إهلال رمضان المضيء عندي من السنة اللي فاتت، هو كان ذهبي. الحق أنا بخيته وخليته لونه مايل للبيج باش يركب على باقي الديكور. ما حبيتش نكتر أكتر من هيك، ما نبيش كترة حوسة في الصالة وكترة قربج، لأن كترة الأتات أولا تجيب الغبار، وتاني حاجة مسحهم واجد، وفي نفس الوقت الدوش أنا الحق ما نحبهاش. فاني حنحط اللمسات متاعي، وانتم قولوا لي شو رايكم. لو في حاجة ما عجبتكمش أو تبي تغيير قولوا لي عليها بإذن الله ما نختلفوش. ركبت الإضاءة على ستارة، وحطيت المخاد فوق الصالون بالشكل اللي تشوفوا فيه، ما شاء الله تبارك الرحمن جو مع باقي الديكور روعة. وحطيت النبتة. بالنسبة للنبتة حطيتها في وسط السلة، وحشيتها من داخل بكرتونات، وحطيت عليها من فوق الشرشور أو الرشاد الأبيض، عطت منظر يهبل. وهنا حطيت الكتابات فوق بعضهم، طبعا هم متاع الديكور. وحطيت الهلال متاعي بخيته بالزواق او بالطلاء، وبديت نحط في زينة رمضان. ما بيتش نكتر الحق السنة هدي، يا دوبك حاجات بسيطة حتى يغيروا لي منظر الصالة، وفي نفس الوقت الصغار يعيشوا اجواء رمضان. حطيت الهلال الكبير في التركينة بالشكل اللي تشوفوا فيه، عطيه منظر يهبل، حتى هو مضيء لكن يبي بطاريات، مازلت ما ولعت لاش البطاريات. وعلى طاولة القهوة حطيت السفرة هدي فيها بس الفازة متاع الورد، وفيها البخور والبخارة. وحطيت الفانوس الكبير فوق طاولة السعف بالشكل اللي تشوفوا فيه. وعندي 3 نجمات مصنوعات من الكرتون وبحجم مختلف، شريتهم من السنة اللي فاتت، حطيت فيهم الإضاءة وعلقتهم على الحيط، عطوه لمسة جميلة جدا. وهيك نكون كملت معاكم ترتيبات الصالة وزينة رمضان.
جاهزين تشوفوا معايا الشكل النهائي للصالة؟ إن شاء الله يا رب ينال إعجابكم. بالنسبة لي أنا الحمد لله راضية على النتيجة، تبارك الرحمن، جد أروع مما توقعت. الحمد لله كل شيء جاي حلو وكيف ما نبي. وانتم اكتبوا لي رايكم في التعليقات وقولوا لي شنو اكتر شيء عجبكم في الديكور. بالنسبه لي يعني اكتر جهه عجبتني طاوله التلفزيون والخلفيه متاعها ما شاء الله جد روعة. ولو عندكم رأي تاني أو تنسيق تاني لحاجة معينة تقدروا تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، بإذن الله حنهتم وناخد برأيكم. بالنسبة للألوان حاولت نختار الألوان الهادية ما تكونش فيها كترة ألوان الصالة، في نفس الوقت ما بيتش نكتر كترة أتات، حبيت تكون خفيفة لطيفة. ما نحكي لكمش على نفسيتي بعد ما كملت تغيير الديكور والتنسيقات، لا قوة إلا بالله، كل شيء جاي حلو ومرتب. وسبحان الله لما تغيري حتى ولو حاجة بسيطة في حويشك تفرحي والنفسية تعدل. فإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين. ما تنسونيش من صالح دعائكم، ما تنسوش تشجعوني بلايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة، ونلتقوا بإذن الله في فيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.